عاوزين نعرف الكميات الكبيرة اللي انتي بتعمليها دي بتروح فين؟ انتي كل سنة بتعملي كميات كبيرة جدا من الكحك والبسكوت والبيتيفور والغريبة. ايه الكميات اللي انتي بتعمليها؟ تعالى اقول لكم. انا بعمل الكميات دي بعمل بيها ايه، والاول مرة اعترف لكم واعبيها واغلفها قدامكم. طيب انتي بتبيعيها يا سارة؟ لا، انا مش ببيع كحك وبسكوت وبيتيفور لانه متعب جدا. على قد ما هو طعمه بيبقى تحفة ومعمول بحب وسمنة نظيفة ومقادير نظيفة في البيت، وبيدوب في البق غير طعم بره خالص. يعني أنا ما ينفعش أقولك إن هو طعمه زي المحلات، لا طبعا ده ما ينفعش يتقارن بكحك وبسكوت وبيتيفور المحلات. المحلات مهما كانت فخمة وكبيرة بتعمل بأردأ نوع من السمنة، وسمنة نباتي يعني زيت نخيل أو مرجلين. الحاجات اللي بتتعمل في البيت لو اتعملت بزبدة نظيفة أو بسمنة بلدي، انتي الكحكاية بتاخدك في حتة تانية. الكحكاية بتبقى ناعمة، بتتشال كده على ايديكي يا دوبك، يعني تحطيها على شفايفك كده خلاص هي دايبت منك خلاص. فأنا تملي بقول إن الحاجات اللي معمولة في البيت من الكحك والبسكوت والبيتيفور والغريبة هي تفوق المحلات بمليون مرة، بس لو انتي نفسك حلو وعملتيها بالطريقة المظبوطة. عايزة اقول لكم انا ما بستخدمش غير زبدة بلدي بقري وجاموسي، وبستخدم سمنة متسيحة بتكون بلدي برضو. فعايزه اقول لكم لما بعمل الكحك او البسكوت انا كل اخواتي وكل صحابي وكل الناس اللي بحبها قريبه ليا لما بتدوق كحكاية أو بتدوق أي حاجة من نواعم العيد بيتكتب لي قصايد شعر. فخلاص بقت عادة كل سنة إن أنا أي حد بحبه بعمل له الكحك والبسكوت، عادة كده أنا اتعودت عليها. كل إخواتي الأول وكل حبايبي بعمل له علبة نواعم العيد بالمقادير اللي أنا بحب أعمل بيها لنفسي، وبعمل الكمية لينا كلنا. بس عايزة أقول لكم على قد ما هو متعب ومرهق الكميات الكبيرة دي، يعني لو انت عملتي كيلو دقيق في البيت ليكي بيبقى متعب جدا. تخيلي بقى انا بعمل لكل الناس اللي بحبها، فتخيلي انت بقى العدد. عايزه اقول لكم ان انا بقعد بس 10 ايام كده متواصل فحت ردم يعني. بس الحمد لله أنا بابقى مبسوطة على قد ما أنا باتعب، بس أنا بابقى مبسوطة إن أنا باعمل لهم حاجة هم بيحبوها، وما بيلاقوش الطعم اللي بياكلوه في النواعم العيد زي اللي أنا باعمله. يعني مهما يشتروا من برّه مش بيلاقوا نفس الطعم اللي أنا باعمله، أنا مميزة فيه جدًا اللهم لك الحمد. فخلاص بقت عادة بقى لي سنين من قبل الميديا كمان، من قبل أمّا أصوّر فيديوهات، عادة كده إن أنا باعمل الكحك والبسكوت والبيتي فور واوزّع لكل الناس اللي باحبها. وعايزة أقول لكم إن الموضوع مش بيقل، يعني عدد الناس اللي أنا باعمل لها مش بيقل، لأ هو كل سنة في زيادة، لو حد داق أو داق من عند حد أنا مديّة له فحطّي بقى في الليستة، فتخيّلوا أنتم بقى العدد. فهي عادة أنا باحب أعملها على قد ما هي متعبة، بس أنا باحب أو أنا من الناس اللي باحب أفرّح الناس اللي باحبها. سواء اخواتي أو صحابي أو كل الناس المقربة ليّا أو جيراني، أنا باحب أفرّحهم بنواعم العيد. فبالنسبة لي لمّا باشوفهم مبسوطين ومستمتعين بطعم الحاجة اللي أنا باعملها، ده أكبر فرحة ليّا وبابقى مبسوطة ومش بابقى حاسة بتعب ولا أي حاجة خالص. فهي عادة من قبل السوشيال ميديا ومن قبل ما أصوّر أي فيديوهات، يعني مش باتباهى بالكمية ولا أي حاجة، هي عادة أنا متعودة عليها. أحب أشوف ضحكة وفرحة الناس اللي باحبها، مهما كانت المحلات أفخم حاجة. الكحك ونواعم العيد مش هتبقى حلوة عشان بيستخدموا أردأ نوع سمنة، زيت نخيل، فأنتِ استخدمي نوع سمنة نضيف هيطلع معاكِ حكاية.